بدايتي مع يوم الهندسة المصري كانت في سنة 2002. كنت جاية كزائر عادي خالص زيكم. كنت حاسة ان المكان ده بتاعي. قلت هو ده المكان اللي هقدر فيه اغير مصر واحدة واحدة. ومن 2002 وانا قاعدة جوه الاي دي. لكن الحقيقة انا كنت شايفة ان هو ده التغيير اللي مصر كانت محتاجاه. ما كانش لازم نستنى اي نظام علشان يتغير. احنا كنا شايفين ان انا ممكن اغير، ممكن ابتدي بنفسي. مش لازم كل المنظومة اللي حواليا تتهد علشان أنا أقدر أغير. يوم الهندسة المصري 10 سنين. 10 سنين بنحبك يا مصر. EED 2003 الربط بين الصناعة والجامعة. EED 2004 Bringing Together Engineers with Ideas. EED 2005 Join the Success. EED 2006 It's your turn. EED 2007 Your Next Step. EED 2008 Choices Unlimited. يوم الهندسة المصري 2009 Bringing Innovation to Life. EED 2010 Think Global. النهارده معانا شباب قدروا يجمعوا كل مشاريع التخرج بجميع كليات المهندسه في جميع محافظات مصر عشان يقدروا يقدموها من خلال يوم سموه اليوم الهندسي المصري. اليوم ده بيتقدم مرة في السنة أو بيتقدم كل سنة، بيقدموا فيه كل مشاريع التخرج الهندسية بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والمعارض اللي بيقدموها من خلال اليوم. هنتعرف عليهم أكتر ونعرف بالتفاصيل عن اللي بيقدموه من أستاذ محمد رمضان أحد أعضاء اللجنة المنظمة اليوم الهندسي المصري. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد يسري برضو أحد أعضاء اللجنة المنظمة اليوم الهندسي المصري. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يسري، خلينا نبدأ بيك على طول. قول لي إيه الفكرة بالظبط؟ يعني إيه هو اليوم الهندسي المصري ده؟ عبارة عن إيه؟ والله الفكرة بدأت إن إحنا فكرنا نعمل حاجة نخدم بيها مجتمعنا. فقلنا كان في دايما لما تحاول تعمل حاجة جديدة بتبقى من شيء محتاجه المجتمع، بتبقى ذات قيمة أعلى. الاحتياج كان متمثل في إن ما كانش فيه حاجة بتربط القطاع الصناعي والقطاع التعليمي في مصر. الطلبة بتعمل مشاريع تخرج، الشركات ما بتعرفش حاجه عنها، مفيش تشانل ما بين القطاع الصناعي والتعليمي. احنا قلنا نعمل احنا التشانل ده تحت مسمى اسمه IOL Industry University Link، الربط ما بين القطاعين من خلال يوم احتفال عرس سنوي، عرس مصري سنوي. بنحتفل بزمايلنا باخواتنا واخواتنا في كل محافظات مصر، من كل الكليات من كل الجامعات. بيجوا ضيوف كرام عزاز على قلبنا. في غالبا بنعمل ايفنت في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات، بيجي يعرضوا مشاريعهم بهدف ان القطاع الصناعي يبدا يشوف المشاريع دي، يستثمر فيها، يقيمها، بهدف كمان ان نوجد نوع من الترابط ما بين القطاع، ما بين التو دومينز المختلفين دول، نربط ما بينهم. هو ده كان الفكره بتاعت يوم الهندسه المصري في البدايه. والحمد لله السنه دي السنه ال11 اليوم الهندسه المصري الحمد لله رب العالمين. طب استاذ محمد، اليوم الهندسي المصري يعني ايه هدفكم انتوا تعملوا يوم زي ده؟ هدفنا من يوم الهندسه المصري زي ما الباشمهندس محمد قال ان احنا نعمل لينك بين الصناعه والتعليم. النموذج دوت كان موجود بره على طول، ان هم بره بيستثمروا في الكليات، ان هم يخلوا الطلبه تشتغل ابحاث وهم بره ينفذوها. احنا كان في جاب كبيره جدا بين الصناعه والتعليم، فده الفكره دي اللي ظهرت من 11 سنه، ان انا يعني امتى بقى هيبتدي ان انا المشاريع التخرج اللي بتطلع ديت ما تتركنش في الادراج او الكليه تحتفظ بيها وما يحصلش بيها اي حاجه. فانا لا، انا عايز اجيب المشاريع ديت واجيب رجال من الصناعه واجيب رجال من الحكومه واجيب افرج الناس على المشاريع ديت واقول لهم لا، في افكار بتطلع كويسه من الشباب. طب عايز اعرف رمضان، يعني هل بتعملوا زي يعني مسابقه بقى تانية وتبداوا احسن مشروع الجايزه من كل محافظه او من كل مجال، يعني نفس الفكره اللي بتحصل في الكليه ولكن على مستوى
الجمهوريه، وبتعملوا ايه بالمشاريع دي بعد كده؟ تمام. الاي دي نفسه في مسابقه الاي دي نفسها اللي هو يوم الهندسه المصري، في مسابقه تانية اسمها صنع في مصر، واعتقد كان ليهم مشاركه معاكم من فتره بسيطه. الحاجه الثالثه اسمها الفيوتشر سيتي، ممكن نتكلم فيهم ان ديتيلز يعني. بس مسابقه الاي دي نفسه ديت مسابقه او يعني تقييم لكل المشاريع من كل قسم. يعني مثلا بقيم مشاريع كهرباء على حده وبدي جايزه للفايز، بقيم مشاريع مثلا عماره على حده وبديها الفايز، يعني وهكذا. المسابقه الثانيه اللي هي MIE او ميد ان ايجيبت اللي هي صنع في مصر، دي بتبدا بدري شويه. دي اللي بيحصل ان انا بجيب سبونسر او بخلي الطلبه يجي لها سبونسر من بره ويبداوا يشتغلوا بس من بدري شويه، والتحكيم بتاعها بيبقى في الايفنت نفسه. الفيوتشر سيتي دي بتبقى طلبه اعدادي، بتبقى من 9 من لغايه 16 سنه، والطلبه بتبتدي تعمل فيها زي ماكات كده بمواد كلها ريسايكلد، وبيخشوا مسابقه جوه الايفنت. تمام. طيب تقييم المشروع بتكون على اي اساس؟ يعني على اي اساس بتقيموا المشروع ده ان هو مشروع جيد او مشروع هتدوا له جايزه او كده؟ تمام. بالنسبه للتقييم احنا بندي اهل الشيء للمختص بيه. فبيبقى عندنا في يوم الهندسه المصري لجنه تقييم، لجنه تحكيم متمثله من دكاتره من جامعات وكليات مصر، بندعوهم يجوا يقيموا المشاريع دي، وفي الاخر التقييم او المشروع اللي بيكسب بيبقى وفقا زي التصويت الاعلى. يعني لو اكتر من دكتور مثلا اقارن المشروع ده المفروض يكسب او كده، فهو ده اللي بيبقى البروسيس ماشيه كده. فهو ده الفكره، يعني ان التقييم مش احنا المنظمين اللي بنقيم. بس السؤال بس هو انتوا مين؟ يعني مين الهوست او مين اللي بادي الفكره دي اصلا ان هو يعملها؟ هل هي جامعه معينه ولا اللي بدا الفكره دي جمعيه اسمها جمعيه مهندسي الاتصالات والالكترونيات. كان هدفنا ان احنا عايزين احنا الناس بنحب بلدنا، بنحب مصر زي كل ما المصريين بيحبوا بلدهم. هدفنا ان احنا عايزين نخدم مجتمعنا. طب احنا شغالين في مجال هندسه، فيبقى اقرب حاجه ممكن نخدم فيها المجتمع مجال هندسه، المجال وده المطلوب ان كل واحد يخدم في مجاله. بالظبط كده. فدي كانت الفكره، ان الطلبه الشباب اللي اتخرجوا خلاص من كليات قعدوا يفكروا لا احنا لازم نعمل حاجه نقدر نطور بيها المجتمع، نساهم في تنميته، نقدر ناخد خطوه الى الامام في اتجاه نهضه لبلدنا. احنا بدأنا من السنة دي السنة ال11، وإن شاء الله مستمرين وهنكمل. ودي رسالة أجيال متواصلة. يعني إحنا لما بقول إحنا أجيال يعني فوق 1100 متطوع، أرقام كبيرة. ناس اليوم السنة دي ده بمجهود وتعب، ناس من السنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها والسنة اللي قبليها، مجهود تراكمي. كل دول لهم كل الشكر والتقدير مننا، لأن نجاحهم هو اللي نجح الإيفنت ده حتى هذه اللحظه. تمام. طيب ازاي الطلاب بيتواصلوا معاكم عشان يقدموا مشاريعهم ليكم؟ الطلاب بيتواصلوا معانا ان هي بقى في خلاص خبرات سابقه من السنين اللي فاتت، هم عرفوا مثلا زمايلهم مثلا اللي كانوا في سنه رابعه قدموا مشاريعهم في يوم الهندسه المصري، او بيبقى في الستودنت برانش موجود في معظم الجامعات، او اللي هو مش عارف يعني مقر للطلاب في كل جامعه بيبتدي يعمل اعلانات عن الايفنت دوت، او من الفيسبوك بيج بقى او تويتر او الانترنت عامه. بيبقى امتى الايفنت؟ يعني بيتعمل كل فين؟ الايفنت هو المواعيد مختلفه من كل سنه، بيختلف للتاني، بس هو مين اللي بيبقى شهر 8 او شهر 9 يعني. السنه دي ان شاء الله 1 و2 و3 سبتمبر ان شاء الله. 1 و2 و3 سبتمبر. طب بتجيبوا الفلوس منين؟ يعني لو هي الهيئه هي اللي عامله ده، فالفلوس بتيجي منين؟ الفلوس هي الفكره كلها قائمه على روح العمل التطوعي. الطلبه الناس اللي بتنظم اليوم الهندسه المصري ناس متطوعه. حلو. كانوا طلبه كليات هندسه. بس انتوا بتأجروا قاعه مؤتمرات مثلا؟ صحيح مظبوط. الفلوس دي بنجيبها من سبونسر. عندنا شركات سبونسر في اجريمنت ما بينهم ان هم يرعوا يوم الهندسه المصري، وجزء من شركات القطاع الخاص، وجزء برضه من القطاع الحكومي زي وزاره الاتصالات مشهوره طبعا، تي داتا، الهيئه العامه للتصنيع برضه بيسبورتوا معانا في يوم الهندسه. هل عليك قبول؟ يعني هل السبونسر متحمس لفكره ان هو يوم علمي هندسي؟ يعني في بتلاقي الموضوع يعني هل ولا موضوع السبونسرز فيه تحدي شويه؟ لا هم بالنسبه لهم
جزء في الشركات القطاع الخاص عندهم جزء في البادجت الميزانيه بتاعتهم ان هم يعملوا خدمات تفيد المجتمع. دي حاجه بالنسبه لهم، فبيبقى جزء ان هم متحمسين ان هم احنا بنعرض صور برضو للايام او واحد من الايام اللي انتوا كنتوا عاملينها بالظبط، مشروع البوثز اللي معمول السنه اللي فاتت 2011. صحيح. قولي طيب السنه اللي فاتت مثلا، اديني مثلا ايه اللي حصل السنه اللي فاتت؟ ايه المشاريع اللي مثلا شافت النور لو حصل في؟ ما انا هلخص لك السنه اللي فاتت كده بارقام بسيطه. السنه اللي فاتت حضر حوالي 213 مشروع. ايه الحاجات الايجابيه اللي حصلت؟ هو اليوم كله الحمد لله ايجابي يعني، بس كان في 40 مشروع جالهم سبونسر شيب او رعايه، في 9 مشاريع يعني اللي هي الانكيوبيتورز او يعني حضانه اللي هو خلاص بيجهز انه يطلع يعني. تمام. في حوالي 32 مشروع جالهم عرض بيع ان هم يشتروا، ان الشركات تشتري المشاريع ديت. في حوالي 42 فرصه توظيف. احنا مش هدفنا طبعا احنا مش معرض توظيف طبعا، لا، بس هي حاجه بوزيتيف بتيجي في ان في واحد مبتكر قدر يعمل حاجه معينه، فليه ما يشتغلش في شركه كويسه مثلا؟ الشخص ده انا مش عاجبني مثلا المشروع او البروجكت دوت، بس انا شايف ان هو ممكن يخدمني فخدوا يوظفوا يعني لما بيكون في مشروع كويس او حاجه فكره جديده بتلاقي ممكن يكون في حد بيدعمها او سبونسر يجي ياخدها. وده بيحصل فعلا. تمام. ومن كل سنه بتزيد عن الثانيه. وكان في اخر حاجه بس كان في 5000 فيستور، ولا عارض ولا محكم ولا اي حاجه، بس هو جاي يتفرج على المشاريع من القطاع الهندسي يعني. ما شاء الله. كنت عايز اقول حاجه. انا كنت جبت الاستاتستكس بتاعت السنه اللي فاتت بالارقام. تمام. لو حابب اوضحها مظبوطه اكتر يعني. بالظبط يعني انا حاولت باشمهندس اصله يعني لان الهندسه بتخلي عندنا لغه الارقام ميك سنس. الرقم بيحسسك اكتر. هو في اي حته في العالم المفروض يعني الارقام هي اللي بتقرب يعني. فالسنه اللي فاتت يوم الهندسه المصري 2011 كان عندنا 213 مشروع. شاركت معانا 33 جامعه. كان عندنا 440 طالب حصل على فرصه جوت اوفرز، جوب اوفر. كان عندنا 32 مشروع جات لهم فرصه تسويقيه. كان عندنا بالظبط 52 مشروع حصلوا على سبونسر شيب. كان عندنا 9 مشاريع تم ادخالها في الحضانه الانكيوبيتد. عندنا 55 دكتور شارك معانا من مختلف الكليات، بروفيسورز. 67 شركه شاركت معانا، مشاركه حضور ومشاركه كفيزيتور ان هي تتفرج على المشاريع يعني عشان تكون يسري. يعني معلش هوقفك بس في الارقام شويه، لان بس انا عايز اعرف انت راجل متخرج وبتشتغل، ليه لسه مكمل في الموضوع ده؟ يعني ليه لسه؟ يعني انا افهم ان معظم الطلاب اللي في الجامعه يحبوا قوي يتعاملوا في الاكتيفيتيز دي ويطوروها، ولكن انت كشخص بتعمل ليه لسه مكمل في ده؟ هو ادمان. صحيح. ادمان، حب ان ربنا يستخدمك في فعل الخير. ان ربنا يفتح لك باب، من خلال الباب ده يشغلك عنده انك تقدم خير لمجتمعك. صح. الخير ده مش مقتصر على حد يعني، لا هو لكل الناس يعني. فهو حب العمل التطوعي ده فعلا نوع من الادمان، وحاجه جميله انك بتحس انك فاليو ادد لمجتمعك لاهلك. ده شيء جميل جدا والله يا شباب. اكتر حاجه بيعجبني في العمل التطوعي يعني. لا والله بجد يعني افكار هايله، ونتمنى ان شاء الله احنا ان شاء الله اكيد في 2012 في 1 و2 و3 و9 هنكون معاكم. والشباب لو عايزين يقدموا صحيح يقدموا ازاي؟ احنا عندنا الويب سايت رمضان بتاعنا. الويب سايت لو ممكن ننزل اللينك بتاعه. طبعا هينزل عندنا على الفان بيج. eed.eg. تمام. ده الريجستريشن بتاع المشاريع مفتوح لغايه يوم، متاح لاي واحد شايف ان فكرته جديره ان هي تتعرض. ده مفتوح لغايه يوم 15/7 ان شاء الله. ده لو حابب يشارك يعني في اي قطاع من قطاعات الهندسه يعني. تمام. بنشكركم جدا ونورتونا النهارده، وان شاء الله نكون متابعينكم على طول بالتوفيق. استاذ محمد يسري واستاذ محمد رمضان، اعضاء اللجنه التنظيميه اليوم الهندسي المصري، ميرسي لوجودكم معانا. منورين يا باشمهندسين. شباب هنطلع فاصل، بعد الفاصل ياسمين وخلود هيقعدوا معاكم فن الجرافيتي، خليكم معانا.